السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شهوات آية. اليوم فيديو جديد غنشارك معكم ثلاثة د الأنواع الصابلي بمذاق مختلف بعجينة واحدة كيجي رائع لذيذ ومقرمش وشيش في نفس الوقت مع جميع الآثار ديالو باش ينجح معكم وما يتغيرش الشكل ديالو من بعد ما غيطيب. فيلا على بركة الله. فبالنسبة للمقادير والطريقة في نفس الوقت، فأول مرحلة غادي ناخدو هنا 100 غرام ديال السكر كلاصي اللي غادي نغربلوه بطبيعة الحال. من بعد غادي نزيدو واحد معلقة صغيرة عامرة بودر د الفاني حتى هو نغربلوه. تقدروا ديروا ساشي د الفاني لكم الاختيار. من بعد كنضيفوا الزبدة 125 غرام اللي هي نص رابعة. الزبدة انا عندي بحرارة المطبخ، ضروري الزبدة تكون النوعية الجيدة من أصل حيواني. تقدروا ديروا الزبدة أي نوع ديال الزبدة، ولكن كيبقى الزبدة ديال الأصل الحيواني كيجي فيه واحد المذاق صابلي كيجي فيه رائع، ولكم الاختيار. وكذلك ما تنسوش رشة الملح لتعديل الذوق. فغنخلط هاد الزبده مع هاد السكر كلاصي حتى كنحصلوا على هاد الخليط كيما هكا هاد القوام صافي. من بعد كنضيفوا ليه 75 غرام ديال اللوز اللي طحنته بقشورو خضر، 75 غرام اولا كاس الا ربع. فغادي نطحنو حتى يولي بودر، ما يبقاش فيه حبيبات ديال اللوز كما شفتوا راه ولا بودر صافي. وغادي نزيدو على هذا الخليط ديالنا وغادي نخلطو، ولكن احترموا ملي غندخلو هذاك البودر ديال اللوز نحاولوا نخلطوه برؤوس الاصابع فقط، فما غاديش نعجنوه صافي. من بعد حتى نخلطوه بشويه بشويه حتى ملي كيبقاش فيه هذوك الحبيبات ديال اللوز صافي. وكنضيفوا ليه بيضه كامله وندخلوها حتى هي في هاد العناصر. من بعد كنزيدو الدقائق الفورص الحلويات. الدقائق الفورص الحلويات كنغربلوهم بطبيعه الحال، ويعني الدقيق على حسب الخليط. فهنا ما كنزيدوش خميره الحلويات، كنكتفيو غير بهاد الدقيق كدا. فكيجي كيجي صابلي رائع بلا خميره الحلويات، وكيجي هشيش ومقرمش في نفس الوقت. واحترموا الطريقه باش نخلطوا داك الدقيق يعني غير برؤوس الاصابع وبطريقه دائريه باش ينجح معاكم. فهذا دليل على نجاح صابلي، باش ملي كيطيب ما كيتغيرش الشكل ديالو. وكنبقى نزيدو الدقيق غير بشويه بشويه، وكنحاولوا نجمعوه بيدينا بجوج ديال يدينا باش يتجمع معنا داك الدقيق في داك المكونات. فما كنبقاوش نزيدو الدقيق فغيقصح لكم العجين وما غيكونش زوين صافي. حتى كنحصلوا على العجينه كما شفتوا الخوار طبا كتجي رطيبه هاد العجين، وغتساعدنا ان شاء الله في باش غنصاوبوا الصابي ديالنا. فانا حصلت على 3 د الكويرات. فالكويره الاولى غادي نخليوها بنفس المذاق ديال الفاني، اما بالنسبه للكويره الثانيه غادي نزيدوا ليها لاغوم ديال القهوه. وتقدروا تزيدوا بودر ديال الكاكاو المر، لكم الاختيار في المذاقات صافي. ونحاولوا نخلطوا. فمني كنزيدوا شي مكون هكا يعني شي مذاق في العجين ديال الصابلي خصنا نحترموا كذلك كيفاش نخدموا العجين ديالنا. نخلطوا داكشي بهذه الطريقه كما شفتوا باش ينجح معكم صابلي. كنخدموه بهذه الطريقه كما شفتوا ما كنعجنوش صافي. فمن بعد ما غادي نخلطوا هذا المكون في هذه الكويره الثانيه، غنمشيو للكويره الثالثه. فبالنسبه هذه الكويره الثالثه غادي نزيدوا ليها لاغوم ديال الناطا، اولا ديروا اي مذاق اللي بغيتو، لا اما تحكوا الليمون ولا الحامض ولا اي غوم بغيتوه. المهم بنفس الطريقه غنخدموه صافي حتى كنحصلوا على 3 ديال الصابلي. هنا بالنسبه لك الوسطانيه انا داك النوع زدت ليه نوع ديال القهوه، زدت له بودر الكاكاو صافي. كنغطيوه بالبلاستيك غذائي وكنخشيوهم في الثلاجه واحد 6 ديال السوايع او ليله كامله. فهذا نجاح لنجاح عجينه يعني باش ينجح معكم الصابلي فضروري نخليوه حتى هو في الثلاجه يرتاح.
من بعد كناخدو العجينه ديال الفاني، كنسلحوها ما بين جوج بلاستيكات كما شفتوا، ونحاولوا نطلقوا العجين رقيق، لان غادي نلصقوا يعني جوج صابلي غادي نلصقوهم بعضياتهم. صافي من بعد ما طلقنا العجين غنطبعوا بهذا الطابع، يعني الطابع بالنسبه للطابع لكم الاختيار، فانا طبعته بهذا الطابع مربع بالنسبه للفاني، وغنستفهم في اللاطه ديال الفرن، اما بهذا السيلباط اولا بالورق ديال الفرن، فلكم الاختيار. صافي والعجين اللي بقات ليا فغادي غادي نخدمها هكا كما شفتوا، غير في هذا البلاستيك، في البلاستيك كنجمعها حتى كنحصل على كويره، وكنطلقها بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديال العجين ديال الفاني. اما الكويره الثانيه اللي ديال الناطا فطلقتها بنفس الطريقه وطبعتها بالطابع مغاير. صافي حتى هي كنحطهم في اللاطه في ورق ديال الفرن. صافي حتى كنبقى نسالي نفس يعني نبقى بنفس الطريقه. بالنسبه للكويره الثالثه ديال القهوه بنفس الطريقه حتى هي كنطلقها ونطبعها، طبعتها بالشكل دائري، ودرتها مع العجينه البيضاء باش نعرف واش طابت في الاخر. صافي وكنحطهم في الفران يكون سخون، ونقص عليه ونبعده على النار باش يتحرقش لنا صابلي حتى كيطيب على خاطره. في ساعه يطيب نحاولوا ما نحرقوش، يعني غير يتجمع معنا يدير لنا واحد اللوين هكذا وصافي وكنخرجوه. صافي بالنسبه لهذاك حتى هو راه طاب، لان طاب مع ديك العجين ديال العجينه البيضاء. صافي كما شفتوا هنا راه الصابلي نفس القياس من بعد ما طاب، راه ما تغيرش الشكل ديالو ابدا. حتى بالنسبه للصابلي ديال القهوه والشوكولا حتى هو راه يعني كيبقى نفس القياس كيف ما طبعته كيف ما طاب، كيجي رائع رائع بزاف بزاف، وكيعطينا واحد الكميه كثيره كما شفتوا. واخا بهذيك العجينه غير شويه فعطانا واحد العجين، واحد عطاتنا صابلي كثير. صافي كنخدموا الصابلي ديال الفاني، كنزينوه وتقدروا تزينوه باش ما بغيتو. انا غادي نلصقو بالكراميل اللي درتو في الدار، غير في الدار كيجي رائع هذا الكراميل، كنلصق به الحلويات كيجي كيتلصق مزيان. صافي كنلصق ما بين جوج ديك ديال الفاني بالكراميل، كنديروا واحد الكميه قليله، وبالنسبه من الفوق كندير شويه الكراميل وكنزينوه باللوز كونكاسي. هذا كيبقى صابلي ديال الفاني درتو بهذا الشكل، وانتم ديروه باي شكل اللي بغيتو. وبالنسبه الشكل الثاني ديال الناطا غادي ندير الوحده الاولى غادي ندهنها كامله هكا بالكراميل، كندهن غير القليله، فهاد الكراميل راه كيلصق دغيا دغيا كيلصق. صافي وكنزيد ليه من الفوق كنزينو باللوز اللي حمرته وقطعته هكا طوال، خليته يعني طريفات كدا كبر وقطعته طويل باش كيجي الشكل ديالو زوين، وما حيدليش القشور، كيبقى بقشور باش كيعطينا واحد المنظر زوين. كنبركوه عليه بيدينا باش كيلصق لنا مع داك الكراميل. وهاد الوحده هادي كنخليوها باش ناخدو الوحده الثانيه باش نلصقوها معاها. من طبيعه الحال غادي نلصقوها بالكراميل، غادي نضيفوا الكراميل كما شفتوا غير القليل فقط. صافي وكنلصقوها مع هذيك اللي درت ليه هذيك اللوز. وكان هذا هو صابلي ديال الناطا كيجي على هذا الشكل. وبالنسبه ديال الشوكولا والقهوه حتى هو غادي نلصقوه ما بيناتهم يعني الوحده الاولى غادي نديروا لها غير شويه ديال الكراميل، ومن الفوق غنزينوها باللوز كونكاسي غير الجنيبات هكذا كما شفتوا. وبالنسبه للزين لكم الاختيار، انا غير بغيت نقدم معكم التزيين ديالو. ديك الاولى كنزينوها بهذه الطريقه صافي، وكنلصقوها ما بين جوج بالكراميل. وكيبقى هذا الصابلي ديالنا 3 الانواع كيجي رائعين مذاقا وشكلا. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. كيجي هذا الصابلي زوين بزاف ولذيذ ومقرمش هشيش، وغيعجبكم ان شاء الله، وغيبقى دائما معتمد عندكم. وما تنسوش الاشتراك على القناه وديروا جيم، وكذلك ما تنسوش تبارطاجيهم مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده.
وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.